الحمد لله المكان نجح فعلا. الدليل على كده ان الدورة التالتة للمكان هتتعمل يوم 4/1 القادم بإذن الله. فمعنى كده ان المكان نجح بدليل ان العارضين حابين يجربوا تاني، حابين يخوضوا التجربة تاني. فدي حاجة كويسة والحمد لله. الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها لك ان العارضين اللي احنا صورنا معاهم كلهم الحمد لله عملنا معاهم فيديوهات مفصلة بمنتجاتها. فشوف انا صورت مع كام عارض من اللي اتقال ان هم انسحبوا. نزل على القناة اكتر من 8 فيديوهات لحد دلوقتي، ولسه في فيديوهات متجدولة تقريبا لاخر الشهر عن العارضين مع ابن سندر. دي حاجة. الحاجة التالتة ان في ناس افاضل اساتذة كبار في هواية الكناري جم اتفرجوا على السوق، عجبهم قوي ولاحظوا ان هو ناجح زي ما انت بتقول، فقرروا ان هم يعملوا ندوات تثقيفية داخل الحديقة مجانا. ودي هتبقى يوم 4/1 القادم، هيعملوا ندوة تثقيفية وهيبدأوا يتكلموا عن أول ندوة. دي هتتكلم عن مسببات الأمراض عند الطيور وعند الكناري. مش بس كده، ده كمان عاملين مسابقة لأفضل نوع كناري. أفضل عصفور كناري هيكون موجود هياخد جايزة. ليه الناس بتعمل كده؟ ليه الاساتذه دي حبوا يعملوا كده؟ لان شافوا المكان ده ناجح. مش بس كده، ده شافوا ان هو المستقبل. في مفاجآت كتير عن ابن سندر اللي جاي عشان اللي فات نجح، هنقول عليها واحده واحده. فاتقل كده عشان اللي جاي شديد.